انا همشي. تعالى يا عم سعيد، تعالى يا عم سعيد بس. انا هخش سعيد هجيب الهات بتاعي. لا انت اتهجمت عليا، اتهجمت عليا امبارح. فاكر بيضرب ابويا. البني ادم ده مد ايده على راجل كبير في السن قد ابويا وابوك، وما اكتفاش بقلم واحد بس، ده اداله قلم وراه التاني على طول، وبنته واقفه مخضوضه عليه ومش عارفه تتكلم، دي مسكت دمعتها بالعافيه ومش عارفه تعمل ايه. حط نفسك مكانها، انت لو شاب وشايف ابوك بينضرب هتعمل ايه؟ مش هتمسك نفسك وهتخش تتعارك على طول وهتتعامل، ما بالك بقى بنت شايفه ابوها بينضرب، دي تعمل ايه؟ البنت اتصدمت وما بقتش عارفة ترد ومسكت نفسها من العياط بالعافية وصوتها مجروح، مش عارفة ترد. يا اخي ايا كان الراجل ده عامل لك ايه ما ينفعش تمد ايدك عليه. المشكلة كلها كانت على شقة ايجار قديم، الراجل الكبير في السن ده مأجرها من البني ادم العجل اللي قدامكوا ده، فما كانش عاوز يطلعه شقته اللي هو مأجرها منه، فيكتفي بكده او يكلمه بالود او اي حاجة من دي او حتى يعمل فيه قضية. لا ابدا، ازاي؟ ده انا راجل، ده انا اجيب حقي بدراعي. راح مسكه في نص الشارع قدام بنته وضربه قلمين قدام الناس كلها، والناس كلها اتفرجت. كبيرهم قال له انت يالا، كبيرهم اتدخل وسطه وحشهم عن بعض، مش يردوا له القلم، لا بل بالعكس، ده انت ممكن تلاقيهم هما اللي بيهدوا الراجل اللي ضارب مش المضروب، وهو خلاص يا عيني اتضرب خلاص ونفسه اتكسرت قدام بنته وقدام نفسه. فتوا ايه انتوا كده؟ هل نفسيته هترجع تاني بعد الألم اللي هو اتضربه ده وهو كبير في السن؟ هل بنته هتنسى حاجة زي دي؟ هي دي الطريقة اللي بقينا بنتعامل بيها مع الكبار في السن؟ أنا فاكر لما كنت عيل صغير وبلعب كورة في الشارع مع العيال، لما كانت الكورة بتيجي عند راجل كبير في السن أو بيتضايق من صوتنا، كان ساعات بيمسك الكورة ويقطعها قدام عينينا، ما نقدرش نعمل حاجة ولا نقدر نتكلم، سواء كان كبير في السن قد جدي او قد ابويا. لما كان راجل كبير يكون موجود قدامنا بس ويتكلم احنا كنا بنسكت. وانا جيلي مش مختلف عن جيل الراجل اللي ضرب الراجل العجوز ده، بالعكس ده هو اكبر مني، بس في فرق تربية، في فرق بين واحد لقى حد يربيه واحد تاني ما ترباش. يا اخي ده ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هو خلاص ما بقاش في دين في قلوبنا؟ خلاص بقت الفتوانة والبلطجة هما اللي ماشيين في الشارع عادي جدا كده؟ لو في مننا ناس بالنوعية دي فحاولوا تخلوا الجيل الجديد ما يبقاش كده، حاولوا تخلوا ولادكم واخواتكم يحترموا اللي اكبر منهم في السن واللي اصغر منهم. لو الناس كلها بقت وحشة خليك انت الحاجة الحلوة اللي في الناس، وخلي الناس كلها تبقى حلوة زيك. يا بتوع الازهر اللي مسؤولين عن الدين، ويا بتوع الفن اللي بوظتوا العقول بالاعمال الاجراميه بتاعتكم، بوظتوا العقول والاخلاق باللي انتوا بتعملوه. مش كفايه كده بقى ولا ايه؟